السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة لقيت أختي بتتصل بيا، زميلتها بتقول لها إن أنا عايزة أكلم إيمان. طبعا دي عشرة عمر 4 سنين في الكلية مع بعض، فهي بلد بعدنا. تخيلوا من السنين دي كلها مثلا بقالنا فترة ما شفناش بعض، فهي بعت وسيط عشان إن أنا أكلمها. انا رحت واحده زميلتي بتقول لي لا انا استغرب يعني عارفه اسمي يعني بالاسم يعني قصدي. فانا بسالك عارفاها منين عارفه منين قالت لي هي اختك قلت لها ايه اخت في قالت لي في واحده اسمها نزهه حموده دخلت على الجروب بتاع مدرسه الروميلي ولقيتك انت من الاصدقاء بتوعي فعرفتك انك انت باختها. قعدت تحلفها بايمانات المسلمين وقعدت بتقول لي كل شويه تكلمني اعملي معروف انا عايزه اوصل ايمان وزميلتي وحشاني وايمان هاتي لي بس رقم تليفونها يعني اسمها زميلتي دي ما انا مش واخده بالي برضه. يا بنتي نزهه. نزهه ايوه نزهه حموده هي دلوقتي مدرسه مش عارفه مدرسه في الروس دي عايزه تبع مصر. طب وانا بقى اصل انا خايفه اصل هي عارفه لانها جت قبل كده فانا خايفه لو اتكلمت ده الكلام ده لو عايزه يعني تعملي علاقه معاها هي قالت لها سابت رقم تليفونها وقالت لها انت اعملي معروف انا دي صديقتي وحبيبتي وانا نفسي اوصل لها بقالي سنين ولما صدقت لقيت اختها من اصدقائك فانا عشان خاطر خلي اختها توصلني ليكي واعطتني رقم تليفونها اديهولك ولا لا؟ طب هاتيه وابقى ارن عليها بس هي عيبي بس اللي انا يعني ممكن تليفون ايوه لكن حد يجي لا انا مش طايقه نفسي انا تعبانه انت عارفاني بهرب من لا مش انت رنيتي عليا. ايوه ما انا كنت نايمه فلقيتك رنه فكنت لسه قايمه. اصل انا كنت واقفه في الشتا الدنيا كانت بتشتي والله واقفه مستنيه عربيه والله انا بستغرب بس يعني سبحان يا رب يعني اعوذ بالله من كلمه انا الواحد بيتعامل مع حد الناس بتحبه ومش لاقيه لي حل في اللي انا فيه يعني حتى الحب بتاعي حب وسخ وقذر يعني مع سعيد يعني ليا يعني ربنا يقول لك اما بيحب حد بيحبب في خلقه انا محبب خلقه ومحبب العفاريت فيا حاجه كده الواحد يعني قرب يتهدي. بقول لك حتى انا قلت لهاله قولي لاحمد الفاكس اللي جه ده يعني يفك لي اي عقده لقيتها انا ما بتردش يعني لقيتها ايوه ايمان حاضر هقول له يعني جاب الخلاصه. فلقيتها بدات تقول لي حاضر هقول له ايوه هقول له وقاعده بتتهرب عرفت بيتها بس زي ما تقولي من التعب الواحد هيكلم نفسه يعني قصدي هم كانوا هيصدقوني لو انا كنت قلت كاني وماني قال لو ما كانوش شافوا بعينيهم وواحد قال لهم ما علينا. هات الرقم يبقى 010 هاتها كده ممكن ابقى اكلمها 28. هنا يا جماعة بقى يعني وسطنت أختي، الحقيقة حاجة فرحتني، بس أنا عشان أنا تعبانة ما بحبش أتعامل مع حد غريب. وهنا الو ايوه مين معايا؟ حضرتك اللي نم عليا. جوزها معايا؟ ايوه انا ايمان يا بنتي اللي بتدوري عليا. يا خبر يا ايمان صدقي صوتك في التليفون متغير انا في شقة الجماهير. يا خبر يا ايمان والله العظيم انا عملت المستحيل علشان افهم. ليه انا فيها حته ذهب وانا ما اعرفش. نعم بقول لك انا فيها حته ذهب وانا ما اعرفش. يا خبر يا ايمان طب والله العظيم ده انت عندي اغلى من الذهب. ربنا يديك الصحه والله انا بفتح الصور بتاعه الكليه بوريها لعيالي مين دي يا ماما ومين دي يا ماما ودوشاهم نصها الانتيم بتاعي ونصها التوأم بتاعي. انت عامله ايه؟ الحمد لله انا في الحصه اهوت بشرح اول درس في 3. طيب اما تخلصي بقى انا خلاص ما تديش نفسك انا بحسبك فتره صباحيه روحتي. انا بروح يوم والله يوم صباح ويوم مساء. خلاص ربنا يقويكي. انت اسمك ام ايه؟ بقول لك ام ايه. ايمان انت معاكي بنت في البيت؟ انا معايا بس مخصوص وهرن عليك انا اطلع من الحصه بس ان شاء الله اما اروح هقفل ان شاء الله التليفون وارن عليك يا حبيبه قلبي والله العظيم ده انت وحشاني. طبعا الاتصال نفسه فرحني، أنا ما صدقتش إن حد بيدور على حد بعد السنين دي كلها. لا والله انا ما اعرف اي حاجه.
ايه واحده جارتنا يا ستي، انت كنت دايما تقولي لي انت جميله ومش عارفه ايه وهتتجوزي قبل، انت اتجوزتي اللي هو بتاع اللحمه ولا اتجوزتي مدرس؟ لا لا لا، ده انا اتجوزت يوم خطير. بقول لك ايه، قولي. انت عارفه من صباح انت 2005. بتقولي ايه؟ انت سامعاني؟ ايوه يا بنت معاكي. بتقولي ايه الجمله الاخيره مش سامعه؟ بقول لك انا اتجوزت 2005. لا انا في ساعتها بس واحده جارتنا بقى كانت داخله طالعه علينا يا نزهه وعيش على ماما ومش عارفه ايه، وجات يا ستي قالت لماما ده في واحده غلبانه عايزه هدوم من عندكم، خدت الهدوم وعملت عليها الكلام ده من بقى واحنا مش واخدين بالنا من قبل الكليه كمان، يعني من ايام الثانوي. يا خبر، من حوالي مثلا 26 سنه انا اتجوزتك فيك الشر اتطلقت وحنان رخرة حياتها ملخبطه ووجع دماغ كده، مش عايزه يعني اتقل عليكي. استني يا مان، هو انت مش كنت اتجوزت؟ انت كنت مخطوبه. ما انا اتجوزته من، فكانت واحده جارتنا سمعت اني بتقول واحده يعني بتقول ده انا هخلي حياه فتحي جحيم. الله لا اله الا الله يا بنتي. يا بنتي ده احنا في اخر الزمان الكفر بعينه، يعني واحده قريبتنا مرات خالي جمال بتشتغل في مستوصف، فلقيت واحده بتقول هي النهارده جوازة فتحي ده انا اخليها ليه حياته كلها سودة. فانا تعالوا هنا يا جماعة، بس نسيت اوريكم عيالها في الاول خالص. الو يا بنتي انا معايا الباقه فمش عايزه افتح عليكي. انا افتحنا محطوطه تاني. لا والله ما تكلفي نفسك، انا عشان اعمل باصلي للنهايه. انت روحتي ولا ايه؟ ايوه والله روحت. طيب الحمد لله طمنت عليك. انت عيالك اسمهم ايه؟ يعني خلفتي قد ايه ولا وضعك ايه؟ معايا محمد تاني ثانوي. بسم الله ما شاء الله. لا يعني ولد انا معايا ولد بنت. يا ربنا يخليهم لك يا ايمان يا رب. انت ايه 3 ولا ايه؟ ايوه 3 معايا. روضه في ثانيه اعدادي ويوسف انا 4. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. والله العظيم يا ايمان انا دورت عليكي. انت عارفه انا كنت راكبه عندكم في فوق. انت متهيألي انت عارفه مكان البيت. متهيألي عارفه من الناس كلها، مش خايفه بقى اول ما حد بيجي الدار هم بيبقوا عارفين. فبيخليها الطم واصوت قدام الناس ويغمى عليا. لو حد جه خطبني بيهددوني. اعراضي بقى يكفيك الشر بقى صداع تنميل ظهري وجعني. حاولت اروح اموت نفسي كذا مره، اهلي لحقوني. انا بتشر عليكي انا بتشر عليكي يا حبيبتي. لا ده انا والله يا نسهى يعني وصلت لمرحله بتمنى الموت احسن من الالم، لاني انا بتشر يا ايمان ده بتشر عليكي يا حبيبتي. استعيذي بالله كده. استعيذ ايوه يا نسهى، ده يكفيك الشر بيبقى عامل زي السرطان اللي ماسكك عامل لي عقد يا نسهى من اول شعر رجلي لحد ضفر رجلي، او قصدي من اول شعر راسي لحد ضفر رجلي. طب انت انفصلت عن فتحي من زمان؟ من زمان ده بالسحر ده. وهو اتجوز بقى؟ هو ده برضك مكره جوزي فيا وقلبني عليه واتطلقت عروسة شهرين ومن يوميها مش عارفه اتجوز. لا لا ما تتجوزيش يا ماليش مش على جواز، انا عايزه اعيش بما يرضي الله. جسمي تعبان يا نسا، كل حته في جسمي بعيط من الالم ولا ضغط. انت قاعده دلوقتي في البيت يا لوحدك؟ لوحدي وما بروحش لحد، اما بروح عند اهلي بقع قدامهم صوت الجني. انا نفسي اعرف، انا فاكره بقى الناس بس التنبيه مش عارفه اوصل. ايوه انا لو اعرف ان انت تسوي من عليها انا كنت وصلت لك وكنت جيت لك. ده انا ما اعرفش عنك اي حاجه خلق ربنا. جت والله ده كانت ماشيه معايا ومش عارفه، قلت لها طب الله يبارك لك تجيبي لي رقم تليفونها. انت حتى ده في واحده معانا والله العظيم قعدت ارن حتى على تديني رقم تليفون، وانا هرن عليها تديني رقم تليفون ايمان. ايوه رنيت عليها قالت لا انا والله ما رنيت عليها كده، انا رنيت عليها 5 6 مرات لما حضرتها اللي هي هو ايمان مش كتير انا ده اللي هي امل مثلا ولا ايه؟ والله انا عارفه اسمها. هي معايا واحده انا مسجلها على التليفون بس مش فاكره والله اسمها ايه. والنبي يا مش هطول عليكي، كفايه عليكي كده ادعي لي والنبي يمكن او خلي جوزك يدعي لي في صلاه الفجر، لان انا واصله لمرحله يا بنتي يعني مالي حل خلاص تعبت.
مش عارفه اقولها لك ازاي. لا تطولي يمكن تطولي عليا والله، وحياة ربنا ده انا رنيت والله العظيم. انا دخلت على الحس ودخلت اسم مدرستكم وقلت يمكن الاقي اي حد صورتك يمكن. بصي لحد بقى ما لقيت اللي اسمها سمر ديت، رحت رن عليها بالواتس وكتبت لها حساب، قلت لها الله يبارك لك انا عاوزه بس رقم تليفونها، بس تديني رقم تليفون. حتى ما ردتش بالرساله، حتى رحت رن عليها بالليل مساء والحمد لله ردت عليا. قلت لها ارجوك تجيبي لي رقم تليفونها، لان انا والله عاوزه بدور عليها بقالي يعني بقالنا يجي اكتر من 20 سنه، ونفسي اشوفها، نفسي اسمع صوتها بقى. والله يا نسمة هو ربنا ينتقم منها اللي عملت دي. من اول ما خلصت كليه وانا حياتي متدمره انا واخواتي بقى سكوا لبعضهم، وانا بقى اللي حاططني في دماغه فبيجدد لي انا بقى اول باول، واخده بالك؟ طب يا اختي ما فيش اي حل يا ناس؟ حمد ربنا. انا بقول لك رحت لدكاتره كتير، شيوخ كتير، سحرة كتير، قالوا لي اصعب حاجه ان هو حطك في دماغه، يعني عامل سحر مع ساحر تاني، واهلك بقى في عزق في بلاد، بحيث انت في مصر، حاطط لك في مصر واسكندريه والعزبه الفلانيه، بحيث انت لو فكيتي واحد مش هتعرفي تفكي التاني. مش عارفه اوصف ولا لا. ربنا الفكاك. بس مش كده، ربنا الفكاك. الطغيان ده كله يا نصة، الدنيا متفتة يا بنتي، محدش بيطعي. ده انا قاعده بعيط من القلق. وعملت يا حبيبتي انا ربنا الشر عليك يا حبيبتي، ربنا يهديه. ده ربنا سبحانه وتعالى يهديه. ماما قعدت 6 سنين جالها يكفيك الشر برضك من السحر والهم والقرع. 6 سنين تعبانه يكفيك الشر، جالها مرض سرطان في دماغها. وام ميسه اللي هي جارتها دي ما جاتش زارتها مره، اللي هي عامله لنا العمل ما جاتش زارتها مره في ال5 سنين ونص او 6 سنين. ربنا ينتقم مني. قاعده بتشمت فينا واحد ورا التاني كده بيقع، وحاطه بقى عيالي في دماغها. اول ما عيالي يجوا بتبص لهم البصه يا عيني، العيال يدخلوا يقولوا الحقيني دماغنا الصداع مسك. شوفي درجه لا هو بالك حقد يا ايمان، حقد اللي عملنا فيكي ايه يا بنتي.